يا راجل انت لسه بتعمل قانون الرياضه. يا راجل انت ده احنا تقول لي نوصل لسه بتعمل قانون للرياضه. لسه بترد على الكيبه ده انت لسه بتتكلم بقول لك احنا ما بنعينش بنكلف. طب اقول لك على حاجه ثانيه ممكن تضايق يا كابتن ايمن. ليه كده؟ امبارح بعد اذنك يعني الزمالك كسب القناه من رئيس النادي الاصغر عامل يطلع في الراديو في التلفزيون. لا غلط. لا انا بطلع إجمالي. ايه الانجاز الكبير ده يعني؟ ايه الانجاز الكبير مع احترامي وتقديري ان احنا كسبنا القناه؟ ان الزمالك كسب القناه. لا ايه لا يعني؟ لا هو مش كسب القناه. لا انت لازم تتكلم من الضغوط اللي يطلع الناس كله يا كابتن في التلفزيون. مفيش كله طلع يطلع يا خالد. لا دي مبالغه. ينفع يعني؟ لا دي انا مبالغه. وانا ماشي في الراديو خلي بالك يا ايمن وانا ماشي في الراديو يا استاذ حسن فاتح 50 كلنا كلنا خلي بالك بمنتهى الامانه كلنا فرحانين ان الزمالك كويس. طبعا ده بامانه شديده طبعا. جدا لانه طبعا. وعايزين الاسماعيلي يبقى كويس وعايزين الترسانه يبقى كويس وعايزين الاهلي يبقى كويس. لا بس احنا قلنا مش عايزين مبالغه. بس احنا ختمنا كلام مش عايزين مبالغه زياده عن اللزوم. ده صحيح. لان هي ظروف مباراه قد لا تتكرر. الله ينور عليك. مبالغه. انما وانا ماشي في الراديو اسمع 15 مكالمه تليفونيه مع ما تجيب الاف ام. دي حاجه. الحاجه الثانيه يا فندم الاف ام برضه كان فيها حد فيهم دي حاجه ثانيه. الناس بتشتغل. في ناس يا كابتن ما تشتغل انا ما قلتش حاجه بس طب عشان ما اعرفش المباراه. لا دي واحده بس. قيمه نادي الزمالك قيمه كبيره جدا. انا في رايي انا كعضو مجلس اداره نادي الزمالك لو انا كسبان القناه مش هطلع في الراديو ولا في التلفزيون شخصيا انا اخلي مدير فني وكده انا شخصيا. انما ترجع برضه في مقوله ثانيه يقول لك ايه مجلس اداره النادي الاهلي مجلس فاسد يا سيدي. انا عاوز مصر تبقى فاسده وناجحين زيهم. بالنجاح ده معاك حق. طيب متشكرين. ارجع بقى